السلام عليكم. انا بيه. هزيمة الزمالك تاني في الدوري من امتى؟ قلتم على وش تاني. الله تمنوها جمهور الزمالك وشاوروا بخمسة وحفلوا وقالوا على النادي الاهلي انه اتغلب 5 من سان داونز. يوم ايه اللي يحصل بقى؟ يتغلبوا من انبي ويثبتوا في المركز الخامس اللي بيبتعدوا تماما تقريبا عن منافسة الدوري وخلاص كده، وممكن كمان ما ياخدوش المركز التاني. الموضوع بقى بعيد جدا. ونشوف هتعملوا ايه مع شباب بلوزداد الجميل اللي انتوا هتلعبوه يوم الجمعه. الله اعلم هتعملوا ايه. خطه جميله يا كابتن فيريرا، والله ناس كتير بتقول ان خطه جميله بتخسر وبتكتك عشان تكسب شباب بلوزداد. والله الله اعلم، هنشوف هيحصل ايه. الرساله اللي انا عايز اوصلها بقى بجد، بقى نتكلم بجد، الناس شايفه الكوره المصريه بيحصل فيها ايه، شايفين الاهلي والزمالك فين، شايفين بيحصل معاهم ايه، شايفين منتخب السنغال اللي من شهر لما خرجنا من منتخب مصر، او من اسبوعين 3 لما خرجنا وقلنا ان السنغال هتاخد بطولة الشباب، اهي خدت بطولة الشباب وكسبت بطولة الشباب واللعيبة بتاعتها كلها هتطير على اوروبا. يلا 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 بينا على اوروبا. شايفين الدوري المصري بيوصلنا لفين، شايفين دوري الشركات، شركة انبي وشركة فيوتشر وشركة بابا وكمان شايفين العقلية المصرية اللي مش عايز يحترف، عايز اقعد جنب ماما وعايز اقعد جنب بابا. شايفين لعيبة السنغال عاملة ازاي واللعيبة المصرية. المنظومة كلها فاسدة، المنظومة كلها فيها مشاكل، المنظومة كلها ما بتديش حاجة للمنتخب، المنظومة كلها ما بتشتغلش اصلا وكله قاعد بياخد فلوس وخلاص. فنتمنى من الله ان المنظومة دي تتصلح.